السلام عليكم. يا مساء السعادة والهنا والرضا يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض ايس كريم حلو جدا جدا. انا عملته من الصبح، وركنته كده في الفريزر لحد بالليل وخرجته، وشوفوا النتيجة النهائية الحلوة دي، بجد حلوة جدا. يلا بينا على الفيديو نشوف هنعمل ايه. مبدئيا يا ست الكل، هنا معايا ايس كريم اللي هو دريم بنكهة الفانيليا، واحد تاني بنكهة الفانيليا، واحد بنكهة المانجا. طبعا الاولاد الله يكرمهم ويسعدهم جو الايس كريم، طبعا من فرحتهم يحسبوا ان هو الايس كريم ده بيتاكل على طول، فقطعوا لي الكارتين الكرتونتين اللي كانوا فيها. فالله يسامحهم بقى، فانا مش عارفه دي من دي، مش عارفه الفانيليا من المانجا. فانا هاخد اول حاجه دي، اول الفانيليا. تمام. هفتح بالسكينه كده او بالمقص اي حاجه، احطهم في البوله بالطريقه دي. هو عامه اللي هو بنكهه المانجا لو بيبقى فيه حبيبات كده لونها مختلف شويه، تمام، يعني لونها اللون الاحمر كده او اللون البينك كده، تمام. هفتح الاتنين وهشوف ده وهشوف ده. لو انتوا مش عارفين برضو ممكن تجربوها في كوباية بسيطة صغنطوطة كده مع حبة مية، اللون بتاعها يختلف. انا عارفاهم فعرفت على طول، عرفت ان دي الفانيليا، تمام. وعندي هنا لبن بودرة، هاخد قد معلقتين كبار كده او 3 معالق كبار، وطبعا معلقتين كبار من الكريم شانتيه، تمام. الكوباية اللي هي اللي هو بتاعة الشرب بتاعة المية او العصير، هملاها لبن متلج، تمام. لكل باكو كوباية من اللي انتوا شايفينها دي، تمام. وزودت حبة تلجية بسيطة كده بالمضرب بقى، وهضرب المكونات بتاعتي كلها. طبعا المضرب عامة تضربي شوية وتركني شوية، تضربي شوية وتركني شوية، بحيث المضرب ما يسخنش. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى ان المضرب تخليه على درجة واحد، وتاخدي الضرب في اتجاه واحد بس، بلاش تفضلي تتحركي في اول، يعني في اول حاجة. ليه؟ لان لو اتحركت كتير هيطرطش منك اللبن بتاعك، ماشي، لان هو لسه برضو سائل، وكمان التلج هيطرطش منك وهيبقى هيملى لك الدنيا بمعنى الكلمة. بعد ما تبدأي تلاقي ان هو بدأ يتقل معاكي والتلج يسيح، وكمان اللبن ياخد من الايس كريم كده ويتقل شوية شوية، تبدأي تعلي بقى المضرب وتاخدي على الحركات الدائرية. تفضلي يعني تقلبي كده، شايفين بيبدأ يتقل معايا كيف؟ على فكرة انا الفيديو بقفله، وبقفل المضرب شوية واريحه شوية، وبعد كده افتح الفيديو تاني، فاهمين؟ فعشان كده احسن تحسبوا ان انا من اول الفيديو ما اضرب، لا، لازم تريحي المضرب بتاعك شوية. شايفين بدأ يتقل معايا ازاي؟ هتفضلي برضو تضربي فيه، بريح المضرب شوية وبعمل شوية. انت طبعا لسه اكيد ما عملتيش لايك ولا عملتي كومنت، لازم تعملي الكومنت ولازم تكتبي لي كومنت حلو علشان يشجعني كده، تمام. وكمان في نفس الوقت تعملي لي لايك. اللايك اهم حاجه عشان يرفع لي الفيديو، تمام. شايفين الايس كريم عامل ازاي؟ باخد بقى باخد بطريقه عشوائيه بحيث ان يعمل رغوه كبيره كده، شايفين؟ يفور كده زي ما انتوا شايفين، بس كده. وتفضلوا تقلبوا كده زي ما انتوا شايفين كده، وتضربوا كويس قوي لحد ما يبدأ يتقل يتقل خالص، يجيب اخره من الكلمه. حرفيا حرفيا الايس كريم ده من احسن الايس كريم اللي احنا يعني تعمل في البيت. اللبن بيكون يا جماعة صافي كله بطريقة نظيفة جدا، وما شاء الله جودة حلوة معاكي في البيت، وتعملي منها كمية كتيرة. وانا هوريكم الكمية اللي هتطلع من بكوين بس، اللي الباكو الايس كريم ب10، تمام. هتعملي منه اللي على فكرة ما جمعش معايا كيلو لبن. كل الايس كريم اللي انا عملته ده 3 كوبايات لبن يدوب، يعني تقريبا نص كيلو. او بصوا دي النتيجة النهائية. شايفين التقل بتاعة الايس كريم بتاعي عامل ازاي؟ شايفين عامل ازاي؟ تحفة بجد. هجيب العلب بتاعتي، علبة التلاجة انا غسلاها، وهنزل بقى بالايس كريم بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، بس كده. هسوي العلبة بتاعتي، ما اقفلش قوي عشان الغطا ما يلزقش فيها، وبعد كده نيجي نفتح الغطا يتكسر والكلام ده، لازم نسيب فراغ، تمام. نساوي العلبة بتاعتنا بالشكل ده، وبعد كده نقفله بالغطا. وشايفين الغطا عامل زي الشنطة
تحفة. هركنها كده على جنب بقى. شايفين عملت كمية قد ايه؟ لا لا، على فكرة العلبة دي كبيرة ما شاء الله، حلوة جدا. هجيب علبة الايس كريم الكرنفال دي، وهنزل بنص بالباقي الكمية اللي عندي يعني، علشان انا هوريكم هنعمل بيها ايه. سيبوها زي ما هي بس كده، هقفلها وهوريكم هنعمل بيها ايه. بعد ما نخلص هنجيب هشطف بقى إيه نفس الطبق اللي انا استخدمته، وبعد كده هفضي كيس الايس كريم التاني ماشي، واحط عليه معلقتين او المعلقه ونص اللي باقيه من اللبن البودره، وهحط عليه كوبايه اللبن، وهفضل اضرب فيه زي ما انتوا شايفين نفس الطريقه اللي انا عملتها في الايس كريم الفانيليا. تفضلي تضربي فيه لحد ما تتاكدي. نصيحه زي ما قلتلكوا اضربوا في اتجاه واحد عشان ما يطرطش عليكوا اللبن. تاني حاجة بقى، ما ينفعش تستخدمي كريم شانتيه الايس كريم المانجا او اي حاجة تاني، لازم الايس كريم الفانيليا بس، عشان اللون الابيض بتاعها ما يتعكس على آه النوع الايس كريم اللي انتي عاملاه. تمام. هضرب بقى انا بقى في المضرب زي ما قلت لكم، وبستخدمه تاني، وبعد كده يعني بميل، لان الحجم يعني الكمية اللي معايا قليلة شوية على الطبق، فبميل الطبق كده واضرب كويس قوي ولحد ما يتقل معايا. شايفين النتيجة؟ تحفة بجد بجد. يبدأ يتقل بقى. عايزة اقول لكم ريحة المانجا تحفة تحفة. هي مانجا مش طبيعية يا جماعة ولا اي حاجة، هي بودرة بس بنفس الوقت طعمه جميل، والريحة تحفة بجد. بصوا كده عملت زي الكريم شانتيه كده. تقلت معايا، هروح اجيب بقى ايه الاسباتيولا، لان الحاجات اللي في الجوانب دي عايزة انزلها عشان تضرب معاهم كويس، لان الحبيبات كلها حاسة ان هي في الجوانب مش عارفة ليه. فهجيب الاسباتيولا وهعملها زي ما انتوا شايفين. بصوا هقلبها كده واخلطهم في بعض. شايفين؟ لازم تتضرب تاني كويس مع بعضهم كلهم يعني. اهو بس، وهضربهم بقى كلهم. شايفين؟ اضرب كله بقى كده زي ما انتوا شايفين على وضعنا يا جميل انتوا وهي. آه بس كده الايس كريم صراحة يعني ظبط وتقل، واللون بتاعه فتح خالص. هضرب فيه كمان شوية يعني. بص نعذبه نعذبه بمعنى الكلمة، نفضل نضرب فيه كتير 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 لحد ما نتأكد ان هو خلاص بقى خلاص كده مسك تماما ويتقل وكل حاجة وظبط كده معانا. تفضل تضربي فيه كميته بيزيد برضو وبيبقى حلو كده، وبيديك الهيشان بتاعه تحفة بصراحة. بس كده كفاية. جبت بقى علبة الايس كريم الكرنفال. شفتوا انا عملت فيها ايه؟ قلبته كده من تحت. قلبت الفانيليا نزلتها لتحت شوية، وبعد كده جبت حاجة تسندها، وبعد كده رحت بدأت بقى ايه ان انا اصب عليها المانجا، بحيث ان احنا نعمل زي ما انتوا بتشتروها من بره ايس كريم فانيليا مع مانجا. تمام. بتبقى العلبة كده، او ساعات بتبقى فانيليا مع شوكولاتة او الحاجات دي، وهسويها كده وظبطتها. مسحت اللي حوالينها كده بالمناديل وظبطتها. فض بقى معايا ايس كريم مانجا تاني، هروح اقفل العلبة دي واحطها. وبعد كده هنعمل ايه؟ هجيب العلب الصغيرة بتاعتي اللي انا برضو الاولاد بيجيبوها بتاعة الايس كريم برضو. عايزة اقول لكم ان العلبة دي بيجيبوها ب8 جنيه او ب7 جنيه حاجة زي كده، ومش بتكفي اصلا، وكميتها اصلا قليلة. همسح بقى بالمناديل وهظبطها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هعمل التانية. ما كفتش غير الاتنين بس، فقلت مفيش مشكلة. الحمد لله كفة وما شاء الله يعني. عملت كمية حلوة جدا جدا. بصوا سويت كده بالمناديل ونضفت حوالينها. بصوا ما شاء الله عملوا كمية حلوة جدا جدا. دي هركنها بقى على جنب. شايفين النتيجة؟ حطها بقى في التلاجة ماشي لليل، وناكل بقى براحتنا. و والله العظيم عايزة اقول لكم عجبتهم جدا جدا الطريقة، والطعم كان تحفة جدا جدا. بعد ما تسقع هوريها لكم. شايفين بقى النتيجة؟ والله تحفة. عايزة اقول لكم ان هم اكلوا منها، هي ما كملتش 3 ساعات وساعت. الكلام على الفريزر بقى. هم بقى ما شاء الله عليهم خلوني نايمة وراحوا هوب 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 اكلوا. طب يا ولاد مش لسه هصور؟ طب يا ولاد في ايه؟ يا ماما خلاص انتي عامله لنا ايس كريم يعني حاجه كويسه. تمام. فخلاص يعني حابين الايس كريم، بيعشقوه بيحبوه جدا 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 بنفس يعني بالشكل ده والطريقه دي. هظبط كده وبعد كده هحط تاني برضو. بجد بجد يعني قدمته في اطباق كده كان شكله تحفه جدا.
عجبهم قوي والطعم كان تحفة بجد. يا رب ان شاء الله تجربوه انتوا كمان يعجبكم. بصوا الطعم تحفة جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى من الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.